السلام عليكم. ناس كتير جدا الفترة دي بقت بتسأل وبتدور على فكرة ال MBA، عايز ياخد MBA، عايز يشوف ايه الأماكن المعتمدة لل MBA، عايز يعرف ايه التخصص اللي ياخده في ال MBA. ففي نصائح كتير قوي لازم أقولها للناس اللي بتفكر في الخطوة دي. أول نصيحة، خلي بالك إن ال MBA مش زي الشهادة الجامعية. الشهادة الجامعية هي شهادة أنت بتدرس فيها علم نظري بشكل كبير، قد يكون حتى عندك جزء عملي في كليتك، ولكن في النهاية هي حاجة نظرية، حاجة على الورق. لكن الواقع والتطبيق أحيانا بيكون مختلف عن اللي انت درسته. ال MBA ماجستير إدارة الأعمال حاجة مختلفة تماما. ماجستير إدارة الأعمال كل الشغل بتاعه في التطبيق، في الحاجة الواقعية اللي موجودة في الشركات فعلا. عشان كده ما بنصحش اي حد لسه متخرج ان هو يروح وياخد ماجستير ادارة اعمال وكأنها يعني درجة علمية اضافية. ماجستير ادارة الاعمال هو ماجستير مهني تطبيقي وليس ماجستير اكاديمي. عشان كده لو حضرتك ما عندكش خبرة لسه في اي مجال ما تاخدش MBA وما تفكرش في MBA. لو عايز تدرس عن مجال معين خد فيه كورسات او دبلومات مصغرة. لو عايز تدرس في التسويق خد دبلوم التسويق، عايز تدرس في المبيعات خد كورس مبيعات، HR خد كورس HR، وهكذا. لكن ما تفكرش في ال MBA وانت لسه متخرج، مش هتستفيد بيها.